انا عايزه بس اقول للاستاذ اللي بيقول على موضوع الحوار، احنا دخلنا 12 وتلت والساعه دلوقتي 2 الا 10، الشباب اتكلموا في كل الوقت ده، يعني ما كملش حتى ربع. عشان بس نبقى اتكلمتوا زيهم بالظبط. لا لم اقاطع احدا ولم اطلب من بس احد احنا بنقول ان يتوقف عن الكلام اللي هو الكلام. طب خلاص اتفضل. اول حاجه محتاجه اقولها، اللي حضرتك بتقول ان الوعود اللي تم طرحها دلوقتي، هل ما بتديكوش ثقه في النظام؟ هذه الوعود ما بتبنيش جسر، يعني ما بتبني جسر عشان في ناس في التحرير. الناس دي لو رجعت بيوتها مفيش ولا ضمان ان اي حاجه تتنفذ. طب هل ممكن الرهان على اننا نجرب مش هتعرفوا ترجعوا تاني؟ ليه؟ لا جربنا 30 سنه، عايزنا نجرب تاني؟ نثق في نظام بيخدعنا 30 سنه نجرب فيه 6 شهور؟ هل في نظام بيخدع ناس؟ ويوم لما قرر رئيس الجمهوريه ان هو يجيب حكومه بديله، جاب حكومه من النظام. يوم لما احنا بنطلب حل البرلمان، يخرج علينا رئيس الجمهوريه يقول نظر في طاعون. اي مطالب تتحدثون عنها بانها تاتي بقبول من قبل النظام. يوم لما نتحدث على حكومه وحده وطنيه يقول لنا حوار وطني وليست حكومه وحده وطنيه. لا شيء من اي حاجه احنا بنطلبها ومطالبنا اللي هي بتتقال بتتحقق. احنا طلبنا حل البرلمان، يستكبر النظام المصري على انه يقول نظرا لمطالب الناس فسنحل البرلمان. يخرج علينا رئيس الجمهوريه ويقول انه كان ناوي من قبل ما تحصل الثوره ان هو يمشي، مش انه نظرا لطلب جماهير مصر اللي خرجت في اليوم ده واللي استطاعت تخلي الشرطه تدخل جحورها، ان هو بناء على ده هو مش هيترشح. ما قدرش يقول كده، مش معترف ان في قوه واراده شعبيه لابد أن ينزل النظام عندها ويقول نظرا لإرادة الشعب أنا بعمل كذا وكذا وكذا. ده مش موجود. طول ما الحوار ليه ما كانش في الكلمة أي شيء ما يشيد بالشباب اللي موجود في التحرير؟ لن يشير واحترام رغباته وتلبية طلباته. لا ما كانش فيه كلمة لدم الشهداء، وهو ده اللي طالبينه الناس اللي في التحرير. ما كانش فيه عزاء زي ما هو في كل المناطق في كل الأوقات بيطلع ويعزي الجمهور المصري. ما كانش فيه كلمة عزاء تطيب خاطر المصريين اللي كان دمهم ماشي في الشارع والناس بتدوس عليه برجليهم. ما كانش فيه ده. لا رئيس الوزراء هان عليه يقول ده، ولا نائب رئيس الجمهورية هان عليه يقول ده، ولا رئيس الجمهورية هان عليه يقول ده. استصعبوا يحسوا ان هم بيرضوا الشعب المصري ونطالب ده الان. تفسيرك. لا ما هو حد عنده تحليل تاني ان هم يخرجوا لم يذكروا الدم المصري بكلمه واحده، لم حتى يقولوا العزاء للناس اللي موجودين في الميدان. نزل المشير طنطاوي، هل المشير طنطاوي عزى الناس؟ عزاهم في الميدان؟ قال لهم البقاء لله مثلا في ذويكم اللي هم ماتوا وهو واثق ان هم ماتوا واحنا عندنا ما يثبت ان هم ماتوا على يد الشرطه المصريه؟ لم يحدث ذلك. انت بتتكلم عن العزاء مش عن القرار في التحقيق. انا بقول لحضرتك اسباب عدم الثقه وانها لن ترجع الثقه الا القرار. انت كده بتوصل لنا لطريق مسدود، يعني لن ترجع يبقى خلاص مش هنتفاهم. لا لن ترجع ليه؟ انا مش بوصل لحضرتك طريق مسدود، انا بقول لحضرتك ليه لم ترجع؟ ليه؟ لم ترجع مش لن ترجع. طيب. ان الثقه مش هتعود لينا ليه؟ لان احنا 30 سنه ما خدناش وعد وتحقق يا جماعه، وعد واحد. ازاي مطلوب مننا في 6 شهور نصدق نظام بيضحك علينا 30 سنه؟ ده حاجه طالبه في 12 يوم. بنتكلم في ايام من 25 يناير. من 25 يناير دلوقتي. خلينا من عند هذه النقطه. خلينا المطالب بتتحقق عشان الناس موجودين في ميدان التحرير. طب كويس. لا احد يضمن ان الناس دي لو راحت بيوتها في مطلب يتحقق، فعشان كده الناس متمسكه بوجودهم في ميدان التحرير. بتضمني اي نظام تالي لذلك؟ ما انا هخليكي تكملي. بتطلبي من يعني اي نظام تالي لذلك هيقول لك اي كلام، هتصدقيه ازاي اذا لم ينفذ؟ يا استاذ خيري، احنا في حاجه اسمها تداول السلطه. اي نظام في الدنيا عنده معارضين. الناس في الشارع، في البيوت، الناس في الشارع وفي البيوت وفي كل مكان يطلبون برحيل رأس النظام. الموضوع سهل وبسيط. مين اللي قال الناس في الشارع والبيوت وفي كل مكان؟ فكرة التعميم هنا 6 مليون مصري خرجوا في كل محافظات مصر بيطلبوا. ليه النظام ما خرجش علينا يقول لنا ايه؟ تعالوا نعمل استفتاء شعبي. انت عارفه سمعت كام رقم على الخروج؟ من 3 ل5 ل4 خلينا نقول ليه النظام عاجز عن ان هو يقول تعالوا نعمل استفتاء شعبي بان رئيس الجمهوريه يبقى او يرحل؟ لانه حاجتين: عارف انه هيخسر، 2 غير قادر على تزوير الاستفتاء زي ما زوروا في 2005. عشان كده مش قادرين هو لم يعترف بشرعيه ما تقولي علشان يبقى محتاج ده. طيب معلش، ما هي دي وجهه نظرك. بص انا عندي 6 دقائق. طيب انا بس هخلص بس اللي انا عايزه اقوله بسرعه علشان النقطه بس اللي احنا بنتكلم فيها في الدستور والقانون. الان بعد 25 يناير نتحدث عن الدستور والقانون، ونحن بقالنا 30 سنة
يعني كدنا ان نبوس يد النظام في ان يطبق الدستور والقانون، كدنا ان نبوس ايده عشان نقول له في طب قانون. لما يجي يعمل، طب نحتاج نعمل ايه؟ ايه؟ طب ما جاي يعمل اهو، جاي يعمل وافق. خلاص. احنا مش تحت عايزين، ضغط. لا احنا دلوقتي مش عايزين لا دستور ولا القانون اللي هو ما طبقوش 30 سنه. احنا بنقول له كمل وما تطبقوش بقيه الست شهور دول. ايه المشكله؟ ما انت بقالك 30 سنه مش معترف بالدستور والقانون. لما جينا احنا الغلابه اللي في الشارع قلنا خلاص يا احنا موافقينك يا عم، الدستور والقانون اللي انت مش هتطبقه احنا كمان مش عايزينه. احنا كمان زيك، ما انت بقالك 30 سنه مش معترف ان في دستور وفي قانون. جاي دلوقتي لما الناس اللي في الشارع وافقتك على ان مفيش دستور ومفيش قانون بقالك 30 سنه ما بتطبقوش، وقلنا لك يلا دلوقتي افتكرت ان في دستور وقانون عشان هو اللي حاميك، عشان هو الماده دي هي اللي حامياك. لا، احنا عندنا مخارج قانونيه وقالها بس ونتناقش معاها. مش هقول لك ان احنا قاعدين في ميدان التحرير طول الوقت. احنا كنا اليوم مع شخصيات تقابل احترام ناس كتير جدا، وشخصيات غير مسيسه وغير محسوبه على النظام نهائيا. وبكره عندنا اجتماعات تانية مع ناس شبه ده، وبندور على مخرج قانوني او مخرج دستوري لهذا الموضوع. المخرج الاساسي لينا ومطلبنا الاساسي انه يرحل الرئيس، يفوض سلطاته، يستقيل، بس اسراء عشان ما نبقاش بنكرر نفس الكلام، لان احنا في الشارع معلش مش كلنا، في ناس في الشارع مش سياسيين. انا واحد من الناس او معايا مجموعه كبيره جدا ومن ضمنهم حتى رموز من العمل السياسي والغير السياسي والعمل التطوعي. احنا سيبنا الجدل السياسي اللي كان معمول بروح 25 يناير وابتدينا من بكره بنعمل حاجه اسمها 25 يناير لاعاده بناء مصر. ابتدينا نعمل مقر، احنا هنبتدي ننزل نعمل ملناش علاقه بالجزء السياسي خالص. الديبيت الناس اللي موجوده فيه ما فيش حد فينا بيقرر. مفوضين حد بالشق السياسي؟ لا، انا دلوقتي بتكلم في جزء اجتماعي. يعني احنا ناس دلوقتي احنا في وضع معلق، او نعم. انا ماليش علاقه. انا دلوقتي واحد انا عندي 4 دقايق، خدوا بالكم، وبقيه الضيوف وعايز اقول ان الزملاء بيقولوا لي دلوقتي ان الاخوان اعلنوا عن الموافقه وقبول الحوار مع النظام. اتفضل. احنا جزء مننا دلوقتي عايزين ننزل نبني مصر 25 يناير، مش هنحقق حكومه لوحدها، محتاجين احنا ننزل نعمل حملات توعيه، محتاجين ننزل نتكلم مع الناس، محتاجين الناس اللي خافت في الفتره اللي فاتت ننزل نعمل لهم عمليات تاهيل ان هم يخشوا، وان الشرطه تنزل الشارع تاني. ده جزء مننا، ده كويس، لا يعبر عن شباب 25 كلهم. دول الشباب مصري عظيم، دور عظيم. النقطه الثانيه، مفيش في ميدان التحرير تيار بيسيطر، لا الاخوان ولا الاشتراكيين ولا الثوريين، كلنا شباب متحد. لو نزلت هناك مش تقدر تفرق تيار عن الثاني. دي نقطه لا اقدر اقولها. شكرا. هقول كلمتين اتنين. اول حاجه هوجه كلامي للناس اللي هم في البيوت وبيتفرجوا على الاعلام المصري فقط. هقول لهم لو انتوا شايفين على اعلام واحد اللي بيتفرجوا على الفضائيات والاعلام، لو انتوا شايفين ان شباب التحرير او شباب الثوره هما السبب في البطاله واطفال الشوارع والفساد اللي احنا بنحاول نحله، حكموا ضمايركم. هل احنا السبب ده ولا البطاله والفساد والرشوه اللي احنا بنحاول ننقذها في الايام اللي جايه؟ احنا تاني حاجه بوجه بس للاستاذ، احنا مش لوحدنا. خلاص يا اسراء، صدقني احنا مش لوحدنا، احنا بنتكلم مع ناس كويسه جدا وبنتحاور معاهم، وناس غير محسوبه على اي تفصيل. اتفضل يا استاذ خالد. اعاده الثقه للشعب المصري يتطلب من النائب ومن رئيس الوزراء ان يحققوا مطلب الوحيد للشعب المصري عشان يعيدوا ليهم بكره ان شاء الله. تامر امين معاكم على الهواء.